حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. تعالوا بينا النهاردة نصلي على حبيبنا النبي واقول لكم انا هعمل غدا ايه، وكمان اوريكم انا اشتريت ايه. انا اشتريت كده فشار، الذرة يعني اللي هو اللي بتاع الفشار. وكمان اشتريت مكرونة اللي هي الاصيل دي، حلوة جدا جدا ما بتعجنش، والعجينة بتاعتها جميلة زي خطيرة بالظبط. وكمان اشتريت بن، وكمان اشتريت من عند بتاع الكفتة والفراخ المشوية، اللي هو يعني الراجل بتاع الكفتة الجاهزة والفراخ المشوية، اشتريت من عنده كفتة نية. في ناس كتير بتبيع الكفتة النية دي وانتي بتجيبيها وتعمليها في البيت بدل ما تجيبيها من عنده مشوية، وبتطلع طعمها حلو قوي. هنا عملت ايه؟ علقت على حلة المية بتاعت المكرونة، وسقطت المكرونة كده، كانت المية غليت، سلقت المكرونة. وبعد كده هنا جبت الجريل ونزلت فيه بشوية زيت صغيرين قوي، وكنت صبعت الكفتة كده، بس ما عرفتش اجيبها معاكم بقى عشان خاطر الرنج لايت وكده. ما بتعوزش اي حاجه، يا دوبك بس تديني ايدك زيت او ميه وتعمليها بس على ايدك كده، وتروحي ايه برمها وعاملاها كده. عايزه ترصيها في الصينيه وتحطيها في الفرن اعملي كده، بس برضو ما تكتريش الزيت عشان هي بتنزل الماده الدهنيه بتاعتها. ودي انا عملتها كده مربعه على شكل ايه، زي الهمبرجر كده. هنا كنت خلاص قلت كده ايه، جات لي فكيره ان اخد واحده صباع كفته واعملها في الفيجيتار اللي انا كنت جايباه وموريه لكم. فقلت كده اجرب طعمها، وطلعت طعمها عايزه اقول لكم دمار، طلع طعمها حلو جدا. بس كده، وهحطها هي كمان على جنبي كده عشان ايه، انا ابقى عارفاها هي على العموم شكلها هيبان يعني. بس كده، وببدأ اوطي عليها النار. هنا خلاص كانت دخلت بقى على السوا، قلبتها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده، بديها بس دوسة خفيفة كده بالمعلقة. عايزة اقول لكم طعمها بيبقى حلو جدا. ممكن كمان تعملي لها فحمة على النار. وهنا بقى انا طبعا بسبك الصلصة وبحطها في التلاجة، طلعتها كده سخنتها، ورحت نازلة كده بكبشة صلصة، ونازله بالمكرونه فيها. طبعا انا عامله نوعين مكرونه. هنا كان خلاص الاكل خلص، وكمان حمرت بطاطس. تعالوا اتفضلوا معايا الغدا الحلو ده. بس كده، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي. ما تنسيش بقى تنزلي تحطي لي اشتراك حلو ولايك جميل.